العالم اللي حوالينا مليان حاجات عجيبة وغريبة، وأحيانا بتحصل ظواهر طبيعية نادرة بتخلي الناس في حالة دهشة وحيرة. الظواهر دي مش بتحصل كل يوم، وعلشان كده لما بنسمع عنها أو بنشوف صورها بنحس إنها خيال، لكن الحقيقة إنها بتبين عظمة وإبداع الطبيعة اللي حوالينا. وشوية ظواهر زي الشفق القطبي وأمواج البحر المتوهجة بتخلق مشاهد جميلة وبتدي إحساس بالسحر، في حين إن في ظواهر تانية زي المطر الدموي والبرق البركاني بتثير الخوف وتخلي الناس في حيرة من تفسيرها. الظواهر الطبيعية النادرة دي كانت وما زالت مصدر اهتمام للعلماء والمصورين وعشاق المغامرات، لأن كل ظاهرة وراها سر وتفسير علمي بيكشف لنا جوانب جديدة من العالم اللي حوالينا، والعلماء بيحاولوا يدرسوا الظواهر دي ويلاقوا تفسير وراها، سواء كانت بسبب تفاعلات بين عناصر الطبيعة أو نتيجة لقوى جيولوجية ضخمة زي البراكين والزلازل. أهلا بيكم ويلا بينا نتعرف على ظواهر طبيعية نادرا لما بتحصل. الشفق القطبي أو زي ما بيسموه أورورا هو من أكتر الظواهر الطبيعية إبهار وجمال، وبيحصل في الأماكن القريبة من القطب الشمالي والجنوبي زي النرويج وكندا وأيسلندا. بيظهر الشفق القطبي كأنه أضواء متحركة ملونة في السماء، أحيانا بيكون أخضر وأحيانا بنفسجي، وفي مرات تانية بيجمع بين ألوان كتير في نفس الوقت. والعلماء بيقولوا إن الظاهرة دي بتحصل لما جزيئات مشحونة بتيجي من الشمس بتدخل الغلاف الجوي للأرض وبتتفاعل مع الغازات اللي فيه. يعني الأكسجين مثلا بيدي لون أخضر لما بيتفاعل، لكن النيتروجين بيظهر بالألوان البنفسجي والزهرية، والألوان دي بتظهر أكتر في الشتاء وبتكون واضحة جدا في الليالي المظلمة، خصوصا لما بتكون النشاطات الشمسية في أعلى مستوياتها. وبسبب الجمال الفريد للظاهرة دي الناس بتيجي مخصوص من كل حتة في العالم علشان تشوف الشفق القطبي، وبيعتبر ده من أعظم المناظر الطبيعية اللي ممكن حد يشوفها في حياته. ظاهرة الأمطار الملونة هي واحدة من الحاجات اللي بتفاجئ الناس وبتخليهم يسألوا إزاي المطر نازل بالألوان دي. الأمطار الملونة بتحصل لما قطرات المطر تختلط بجزيئات معينة في الجو زي الأتربة أو الرماد البركاني أو حتى حبوب اللقاح اللي بتكون طايرة مع الرياح، فتنزل مع المطر وتغير لونه. من أشهر المرات اللي حصل فيها مطر ملون كان في ولاية كيرالا في الهند سنة 2001 لما المطر نزل بلون أحمر. وقتها الناس افتكروا إنه دم، والموضوع أثار خوف كتير لحد ما العلماء حللوا المطر واكتشفوا انه مليان حبوب لقاح جابتها الرياح من اشجار معينه، وده اللي خلاه يظهر باللون الاحمر. والامطار الملونه بتحصل بدرجات مختلفه من الالوان زي الاصفر والبني والاخضر، وكل مره بيكون وراها تفاعل بين عناصر معينه في الطبيعه. والظاهره دي بقت مجال للعلماء اللي بيدرسوا التغيرات البيئيه والمناخيه وبيحاولوا يفهموا اسبابها وتفسيراتها العلميه. الأعمدة الضوئية ظاهرة بصرية نادرة وبتحصل في الأماكن الباردة جدا زي كندا وروسيا، وبتظهر كأنها أعمدة نور متوهجة طايرة في السماء. العلماء بيقولوا إن الظاهرة دي بتحصل لما بتكون درجات الحرارة منخفضة جدا وبتتكون من بلورات تلج صغيرة في الجو، ولما الضوء بينعكس على البلورات دي بيظهر كأنه عمود طويل من النور في السماء. وممكن الضوء ده يكون جاي من الشمس أو القمر أو حتى من مصادر صناعية زي الأضواء اللي في الشوارع. والأعمدة دي بتعمل شكل رائع مبهر وبتدي إحساس كأن السماء متوهجة ومرصعة بأعمدة من النور، وده بيجذب المصورين وعشاق الطبيعة اللي بيحبوا يوثقوا اللحظات الفريدة دي. والأعمدة الضوئية دي بتحصل غالبا في الشتاء وبتكون أكتر وضوح في الليالي الباردة والمظلمة، وبتعتبر واحدة من الظواهر اللي بتخلي الناس تشوف قد إيه جمال الطبيعة غريب. في جزر المالديف والمناطق الساحلية التانية بيحصل إن البحر بينور بالليل في منظر يخليك تحس إنك في حلم. الأمواج المتوهجة دي بتحصل بسبب إن بيبقى في كائنات بحرية صغيرة جدا اسمها العوالق الحيوانية اللي عندها قدرة إنها تتوهج لما بتحس بأي حركة حواليها، والحركة دي ممكن تكون بسبب الأمواج أو حتى لمسة بسيطة من حد بيحط إيده في المية، وده بيخلق شكل جمالي في البحر كأنه نور أزرق بيلمع تحت النجوم. والعلماء بيقولوا إن التوهج ده بيحصل كنوع من الدفاع عند العوالق الحيوانية، لأنها بتستخدمه كإشارة عشان تخوف الكائنات اللي ممكن تفترسها. والمشهد بيكون ساحر لدرجة إنه بقى من أهم المعالم السياحية في جزر المالديف، والناس بتيجي مخصوص علشان تشوف البحر بينور بالليل وتتصور مع المشهد الخيالي ده.
في وادي الموت في كاليفورنيا في ظاهرة محيرة العلماء بقالها سنين، وهي الصخور المتحركة. الحجارة في المنطقة دي بتتحرك على الأرض وبتسيب وراها آثار واضحة كأنها عربية ماشية عليها، والعلماء حاولوا يفهموا سر الظاهرة دي، ولحد ما اكتشفوا إن الحجارة بتتحرك بسبب ظروف خاصة جدا. اللي بيحصل إنه بيتكون طبقة من الجليد الرقيق على الأرض بالليل، ولما الشمس بتطلع الصبح الجليد ده بيدوب شوية وبيتحول لطين بيزحلق، ومع الرياح القوية الصخور بتتحرك على الأرض. والصخور المتحركة بقت مصدر اهتمام للعلماء والمصورين، لأنها بتدي شكل غريب على الأرض وبتخلي الناس تحس إنها بتشوف حاجة خارقة للطبيعة، لكنها في الحقيقة مجرد تفاعل بين الطقس والعناصر الطبيعية. كل اللي فات حمادة، ودوامات النار دي حمادة تاني خالص، علشان دي ظاهرة مدمرة مش جميلة. دوامات النار بتحصل في الأماكن اللي فيها حرائق قوية ورياح شديدة، والدوامات دي بتتشكل لما تيجي الرياح تلف حوالين النار وبتحولها لإعصار ناري بيتحرك بسرعة وشكله مرعب ومخيف. والعلماء بيقولوا إن الدوامات دي بتحصل بشكل أكبر في المناطق الجافة اللي بيكون فيها حرائق غابات كتير، ولما تيجي الرياح تحرك النار بتلفها في شكل دوامة قوية. والظاهرة دي بتكون خطيرة جدا وبتدمر كل حاجة في طريقها، وبتخلي التعامل مع الحرائق أصعب لأنها بتخلي النار تتحرك لمسافات بعيدة بسرعة. والعلماء بيدرسوا دوامات النار دي علشان يحاولوا يعرفوا إزاي يسيطروا عليها ويقللوا من تأثيرها المدمر في حالة حرائق الغابات. السحاب الصندوقي هو نوع نادر من السحاب بيظهر في السماء وبيكون شكله كأنه أمواج بحر متكاثفة. الظاهرة دي بتحصل قبل العواصف، لما طبقات في الهواء البارد بتتقابل مع طبقات الهواء الدافئ، وده بيخلق شكل السحاب المتماوج. السحاب الصندوقي ده بيدي منظر درامي في السماء وبيخلي الناس تحس إنها بتشوف لوحة فنية. الظاهرة دي بتحصل في أوقات معينة وبشكل نادر، وبتكون علامة على إن الجو هيبقى فيه تغيرات مفاجئة. والسحاب الصندوقي بقى من الظواهر اللي بتجذب انتباه المصورين، لأن المشهد ده بيكون غير اعتيادي وبيخلق إحساس بالغموض. البرق البركاني هو ظاهرة نادرة بتحصل وقت ثوران البراكين، وبتخلي المشهد مخيف وجميل في نفس الوقت. البرق ده بيظهر على شكل وميض قوي وشرارات كهربائية حوالين فوهة البركان وسط سحب الدخان الكثيفة. والعلماء بيفسروا الظاهرة دي إنها بتحصل بسبب التفاعل بين جزيئات الرماد البركاني اللي بيطلع في الجو والجزيئات التانية في الهواء، وده بيعمل شحنة كهربائية بتطلع على شكل برق. ومن أشهر البراكين اللي حصل فيها البرق البركاني كان بركان إيافيالايوكل في أيسلندا سنة 2010، لما ثار بشكل عنيف وغطى السماء بسحب من الرماد وشرارات البرق القوية. والمنظر ساعتها كان مرعب، لأن البرق وسط الرماد بيخلق مشهد غير عادي كأنه من فيلم خيال علمي. والظاهرة دي بتخلي الناس دايما في حالة دهشة، وبتبين قد إيه البركان مش بس قوة نارية، لكنه كمان ممكن يكون مصدر لتفاعل كهربائي غامض. والبرق البركاني بيعتبر من الظواهر اللي بترمز لقوة الطبيعة وعظمتها، وبيخلينا نشوف ازاي التفاعلات الطبيعية اللي حوالينا ممكن تكون مليانة تفاصيل مبهرة وخارجة عن التوقعات. وفي الآخر عاوزين نقول إن الظواهر الطبيعية دي بتخلي الواحد يحس إن الطبيعة فيها أسرار وقدرة على صنع مشاهد استثنائية مش بتتكرر. والعلماء دايما بيحاولوا يفسروا الحاجات دي، لكن لسه لحد النهاردة دايما بيفضل فيه جزء من الغموض. بس كده خلاص، مستنيينكم تكتبوا لنا في التعليقات ايه المعلومات اللي كانت بالنسبة لك جديدة ومذهلة، وايه المعلومات اللي دايما بتدوروا عليها ومش لاقيينها، علشان نتكلم عنها في الحلقات اللي جاية. اهم حاجة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد، واستنونا الحلقة الجاية.